بيقولوا لا حياء في الدين أو لا حياء في العلم. اليوم موضوعنا موضوع حساس بيمس المساس، بيلامس الإحساس، ويمكن عند رجال كتير يكون هو الأساس. اليوم بدنا نحكي عن الدورة الشهرية، مو للنساء وإنما للرجال. يعني توبشني هذا الموضوع بيهمك حتى لو كنت عامل لي فيها الجساس. لفترة تقريباً 3 شهور من هلأ للوقت بالضبط اللي أنا تعرفت فيه عن الدورة الهرمونية للرجال، قبلها كان يصير معي إنه تجيني فترات حس فيها بالتعب، بالوهن، والحالة النفسية تكون غالباً مرتبطة بمشاعر صعبة، حزن، غضب. وهون تعرفت على الدورة الهرمونية للرجال، وهذا الشيء اللي غير لي حياتي بشكل كتير كبير. خليكن الأخير، لأنه بالأخير رح أقول لكم كيف كانت حياتي قبل وبعد، شلون تغير فعلياً. حالياً رح نسأل تشات جي بي تي بدون لف ودوران وبالعربي الفصيح يا تقبشني، هل فعلاً الرجال عندهم دورة؟ سؤال ممتاز يا حبيبي. الجواب أكيد. بس مو بنفس المعنى اللي عند النساء. الرجال ما عندهم دورة شهرية جسدية فيها إباضة أو نزيف، بس عندهم دورة هرمونية ممكن نسميها مازن، الدورة الرجالية أو Men's Hormonal Cycle. طب خلينا نبلش بهذا السؤال، إنه مقارنة مع النساء كيف بتختلف دورة الرجال أو الدورة الهرمونية للرجال؟ يا سلام على السؤال. شوف يا حبيبي، النسوان وقت الدورة دموع، شوكولاتة، بطانية ومسلسل تركي. أما نحن الرجال نحن وقت الدورة الهرمونية بنصير نمشي بالبيت مثل قنبلة موقوتة، من كلمة صغيرة من ثور، من نظرة غلط منفجر، ومن أي صوت عالي مين عمل هيك. يعني باختصار هي بتبكي وبتقول ما بعرف ليش حزينة، ونحن بنعصب وبنصرخ ما بعرف ليش معصب. يا نساء العالم اتحدوا، هلا ما عاد لكم حجة، سعرنا بسعركم، نحن كمان عنا فوراتنا. بس يا تقبشني، بدي منك تشرح لي أكثر شو هي الآلية تبع هي الدورة الهرمونية عند الرجال. أي عند الرجال هرمون التستوستيرون من الذكورة بيرتفع وبيهبط خلال اليوم وأحياناً خلال الشهر كمان. الهرمونات خصوصاً التستوستيرون، وهذا عم يقول تشات جي بي تي، والكورتيزول هرمون التوتر، فعلاً لهم تأثير كتير كبير على المزاج والطاقة وردات الفعل. بس المزاج المعصب أو الشعور بأنك أنت بدك تفتعل مشكلة مو دائماً سببه هرموني بحت، هو غالباً مزيج من عدة عوامل. العوامل الهرمونية اللي هو التستوستيرون لما بينخفض شوي ممكن تحس بخمول، بضيق، بضعف في التركيز أو مزاج نكد، ولما بيرتفع زيادة ممكن تحس بنشاط زايد أو عصبية أو سرعة انفعال. عوامل تانية ممكن تكون نفسية أو عاطفية، أحياناً بيكون في ضغط نفسي أو شيء مكبوت جواتنا، خوف، ملل، تعب عاطفي، وبيطلع على شكل عصبية. 3 عوامل جسدية، يعني ممكن مثلاً يكون موضوع عبارة عن قلة نوم، نقص أكل أو نقص حركة، أو حتى يمكن نقص من ضوء الشمس. كلها هاي بتأثر على الهرمونات والمزاج، هي كلها عبارة عن دائرة، وهن هاي العوامل كلها مؤثرة بقلب بعضها. وانت رح تلاحظ غالباً انه الطاقة يلي بدك تفرغها كانت عاطفية او جسدية اكثر من انها هرمونية، وهذا على حكي تشات جي بي تي. طيب اذا انت بعظمة لسانك الالكترونية جاي تقول لي انه عاطفية او جسدية اكثر ما تكون هرمونية، فمعناها تأثير الهرموني مو بهذا التأثير مثل ما هو واضح عند النساء. يعني فينا نقول باختصار النساء عندن دورة هرمونية منظمة تشبه العاصفة، والرجال عندن تقلبات خفيفة تشبه الرياح. بس إذا تراكمت العوامل النفسية والتعب، الرياح كمان بتتحول لعاصفة. جميل جدا هذا الحكي، تتحول هي الرياح لعاصفة. حبيته هذا المصطلح كتير. أنا من تجربتي الشخصية، أنا بصراحة حياتي تغيرت كتير بعد ما عرفت أكثر عن الدورة الهرمونية. هي مو الدورة اللي عم تتحكم فيني، وإنما هي العوامل اللي احنا حكينا عنها قبل شوي، يعني نومي، أكلي، ضوجاني، شلاشاني. إذا أنا مضغوط بالشغل، هذا الشيء رح يأثر بكل تأكيد على الدورة الهرمونية تبعي، وبالتالي حيأثر على حياتي حاليا. بتذكر كتير مرات امرق فيها يكون مو جاي على بالي أعمل شيء، مالي طايق إنه أشوف حدا، مالي حيل أساساً، ما عندي طاقة إني أعمل شيء، ولا لي خلاق إني أقابل العالم وشوفها. وأنا بالمناسبة أنا اليوم بواحد من هدول الأيام. من زمان كنت لما يجيني هيك يوم كنت يضل معي، تستمر معي هي الحالة يمكن أيام، يمكن أسابيع، ويمكن حتى أشهر، وأنا عم حاول أفهم ليش هيك عم يصير معي. بس هلأ بعد ما تعلمت أكثر عن الدورة الهرمونية، تعرفت على العوامل الأخرى يلي هي مساعدة، يلي هي بتسبب إنه أنا أوصل لهيك. فقررت إني صير أكتب مذكراتي وشاركها مع تشات جي بي تي، بس إني أكتب أنا شو ساويت، شو عملت، شو حسيت،
وانقلهم لتشات جي بي تي وبعدين ناقشهم معه فيعطيني تحليل، يعطيني تفسيرات اكثر، وهذا الشيء ساعدني اني افهم حياتي بشكل افضل. الايام اللي بنسميها داون، اللي هي نحن بنقول عنها انه مثل لما يكون الواحد بذروه الدوره، هي الايام لابد منها هي جايه، ولكن كيف نحن بنتعامل مع هي الخبره اللي بتعطينا اياها وشلون بنطلع منها بأخف الأضرار، شلون هي بنستقبلها وبتخف لحالها وبعدين نحن بنتجاوزها مع الوقت. أنا اليوم مثلاً أنا بحالة داون، مو لأنه دورتي الهرمونية هي بذروتها، لا، لأنه في مجموعة عوامل مثل اللي حكينا عنهم أدوا لحتى وصل أنا اليوم لهي الحالة. لما بصير بفهم حالي وبفهم أنا من وين جاي وليش هيك عم يصير معي، ساعتها بصير أسهل علي كتير إني أنا أتجاوز إني أنا أكون بحالة مشابهة اللي أنا فيها اليوم. الختام بنصحكم إنه كمان أنتم تكتبوا مذكراتكم وتشاركوها مع تشات جي بي تي وتفسروها بطريقة تحاولوا إنه أنتم تحللوها لحتى تفهموا حالكم أكثر. تذكروا كتير منيح إنه مو أي شيء بيحكي تشات جي بي تي هو صح مليون بالمية، نحن عم نحاول ناخذ برسبكتيف تاني، زاوية أخرى لحتى نتعرف على حالنا بطريقة ثانية. شكراً.